تربح المنتخب البرازيلي، معناها بعد ما فازت عليه في المنتخب الاول وتفوز عليه في المنتخب الجديد نتاع المغرب، ما تصيرش برشا في التاريخ الانجازات هذه، دونك باش تدخل التاريخ. في امين احنا تويك كي تجي تشوف الشبان نتاع المغرب جوارات كلهم معظمهم شبان من الاوروب. كي تجي انت مثلا نسمي لك الشبان نتاع تونس ما تلقاش. انت تشوف في البروفيسيوناليزم في المروك، تشوف لي زاكاديمي من اقوى لي زاكاديمي في العالم، يعني نقولوا نحن عندها صيت كبير. يجي لهنا نحن نجيو الشبان التونسي تلقاه الشاب التونسي يترينا في حصتين في الاسبوع، ومن بعد جيت تطلب منه باش يعطيك روندمون ولا باش تطلب انت باش تشوف. ما تتبالغ شويه تو قلت حصتين في الاسبوع. لا 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 هذه حقيقه، هذه حقيقه انا واقف عليها. وتجي من بعد تجي تشوف تحبوا جوار يطلع سينيور وان بلوس. محمد سامحني قصيت عليك امتداد للنجاحات اللي تحقق فيها كرة القدم المغربية في البريود الاخرانيه، وكي تشوف ليكيب اللي لعبت نتاع المغرب ما فيها حتى واحد يلعب في المغرب. هاي قلت لك جلهم من اوروبا، فرنسا، هولندا، ايطاليا، اسبانيا وبلجيك. خويا راهو في ال10 سنين هذوما رانا نمروا بسنوات عجاف في التكوين الشبان. عندنا كيما نقولوا شركات با بلوس. وفي هذا الاثناء الله اكبر كايلور هيريرا تنهي المباراه. تأهل مستحق للمنتخب الوطني المغربي للدور الثاني منافسات كأس العالم لأقل من 20 سنة في دولة تشيلي. الفوز على المنتخب البرازيلي 2-0. عثمان معمة في الدقيقة 60 والزابيري في الدقيقة 76 وياغو آخر الدقائق. وهذه هدية المغاربة اللي سهروا معنا، وهذه هدية المغاربة من طوكيو إلى أقصى جنوب القارة الأمريكية، وهذه هدية للمغاربة ديال المغرب، وهذه هدية كذلك أو رسالة لأشد المتشائمين اللي كانوا كيشوفوا البرازيل يمكن غتفوق على المغرب، ولكن التاريخ نصف الفريق اللي كان مجتهد. ومرة أخرى وقول اعملوا سير الله عملكم ورسوله المؤمنون، وهذا هو اللي كان. الفريق عمل بجد، عمل بتفاني، عمل بانضباط، وعمل بحب لهذا الوطن. السفراء ديالنا في لاكوب دي موند ديال الشيلي قبل من 20 سنه في الكارد فينال، في الويتيام فينال، في مجموعه حديديه فيها اسبانيا، فيها المكسيك، وفيها البرازيل، والمغرب هو الاول 6 نقاط، والمغرب غيسالي هو الاول ان شاء الله. مجموعه الموت اللي كلشي كان تيقول بان كانت مجموعه صعيبه ان تلاقيت واحد السيد مع البرازيل، مع المكسيك، مع اسبانيا، ولكن اللي طاح مع اسبانيا طاحوا مع المغرب، البرازيل طاحوا مع المغرب. هما اللي كان عندهم مشكل. المغرب منتخب قوي باللاعبين الشبان، برافو برافو الوهبي ووليداته، برافو داكشي اللي داروا لا في الماجر اسبانيا ولا الماجر المنتخب البرازيلي. عرفوا كيفاش يجيروا اللحظات اللي كان المنتخب البرازيلي كان قوي، المنتخب الاسباني كان قوي، ولكن تنماركيو عليهم. هذه هي تنقولوا تكون فعاليه قدام بوطو، ما نضيعوش تأهل مستحق المنتخب المغربي. برافو 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 اللاعبين ديال المنتخب المغربي. سفراءنا في شيلي، سفراء كرة القدم المغربية كيعطيونا واحد الفرحة في هذه الليلة ديال الأربعاء الخميس 2 أكتوبر. المغرب كيف ما بغى يكون الحال نهار الحد الجاي غيكمل على رأس المجموعة ديالو وغيلعب مع إحدى التواليت، ورجل المباراة هو يانيس بن شاوش اللي قام بتدخلات كانت حاسمة خلال هذا الماتش هذا. فتبارك الله على وليداتنا، وتبارك الله على المجهود اللي قاموا به.